ليه الشباب بتعاكس المنقبات؟ اوعى يكون تفكيرك سطحي وتفتكر ان السؤال ده معناه ليه الشباب بتعاكس المنقبات. لا خالص، السؤال مش معناه كده. اللي كاتب الكومنت ده قصده، وركز معايا الله يرضى عليك، الفيديو ده انا ولا هعمل مونتاج ولا هحط صور ولا هعمل اي حاجه، هدردش معاكم شويه ويوريك كل واحد وهو بيتفرج على الفيديو كده يعمل لي لايك وكومنت ومشاركه، عشان انا هتكلم في موضوع مهم جدا جدا. اللي كاتب الكومنت ده يا جماعه قصده ان احنا دايما بنقول المشكله في لبس البنات، يعني التحرش والمعاكسات والحاجات اللي بتحصل في الشارع دي بسبب لبس البنات. طب يا عم في بنات منتقبه والشباب بتعاكسها برضه، الشباب بتعاكس البنات المنتقبه وبتتحرش بيها في الشارع. فاهم انت؟ فاهم الدماغ؟ شفته بيربط ايه بايه؟ وكانه بيقول للبنات ما تلبسوش لبس شرعي، كده كده الشباب هتعاكس، لبست نقاب ولا قلعت ملط في الشارع هتتعاكس. شغل يهود. خلي بالك دي طريقه مقنعه جدا للبنات، وخصوصا البنات الصغيره اللي تفكيرها يدوب. طيب خلينا نرد على الكومنت ده بالراحه خالص. هل النقاب اللي الشباب بتعاكسه ده نقاب بجد؟ يعني لبس شرعي هو ده اللي ربنا والرسول امرونا بيه؟ ولا حاطه لينسز وايلاينر وايديها باينه وحاطه حنه ومونوكير وحته كده من العبايه ورجلها وهي ماشيه باينه واستك في نص العبايه بيبين حجم الوسط وبيحدد السن؟ والنقاب اصلا عند الدقن لو هفوة ريح الشارع كله هيشوف الروج اللي هي حطاه، اللي هي اصلا حطاه عشان كده. واللي حزام الشنطه في نص صدرها، واللي بتلبس نقاب على بنطلون، واللي بترش برفيوم، واللي العبايه كلها الماظ وحاجات بتلمع في الشمس. تيجي تسال واحده فيهم انت لابسه نقاب ليه؟ تقول لك لا ده شرع ربنا، الا الحرام والحلال. انا بخاف ربنا امرني ان انا استر نفسي. طب العك اللي بتعمليه ده ازاي يا جماعه؟ انا عايز حد يقنعني ازاي. لا اصل لازم شكلي يطلع حلو، يعني عبايه سودة ومغطيه وشي وما لفتش النظر؟ لا ازاي؟ اجيب ارسام منين انا بخاف ربنا. زمايلي في الكليه يعرفوا ان بشرتي ابيض من فلانه اللي بيجروا وراها ازاي؟ انا بخاف ربنا. الرجاله اللي ماشيه في الشارع يعرفوا اني نظيفه ومستحميه من غير ما ارش برفيوم ازاي؟ انا بخاف ربنا. فقصه النقاب انتوا مش لابسين نقاب اصلا، اقسم بالله ولا واحده من اللي اتكلمنا عليهم لابسه نقاب. انا عايز افهمكم حاجه بس، النقاب ده سيستم، نظام متكامل، يا ناخده كله يا نسيبه كله. خلينا متفقين على كده، يا نلبس لبس شرعي يا ما نلبسش. طب اللبس الشرعي ده ايه؟ عشان ناس كتير ما تعرفش. ببساطه خالص اللبس يكون ساتر الجسم كله وما يشفش، يعني طرحه لو انا شايف منها شعرك ما ينفعش، ما يلزقش على الجسم، يعني الحزام اللي بيحدد الصدر ده ما ينفعش، وما يبقاش ملفت ولا مثير ولا فيه تشبه بالرجاله، ويكون محتشم. وممنوع منعا باتا الميك اب والبرفيوم، لان دول بيحركوا مشاعر الرجاله من جوه، والميك اب والريحه دول عايزين فيديو لوحدهم يا بنت الناس. دول اللي جوزك جوه اوضه النوم. سيبك بقى من البشره والجسم، اكتر حاجتين بيثيروا شهوه الراجل الميك اب والريحه. خلي بالك عايز اقول لك حاجه، احنا اصلا الشعب ماشي بالعكس، شعب بيشع حاجه اسمها ممنوع، تقول له يروح يمين يروح شمال. فما خفي اعظم لما انت تلبسي عبايه ونقاب وتحددي وسطك وجسمك مظبوط وريحتك حلوه وحته من رجلك باينه وبيضه، لا ده انت كده بتهيجي اللي قدامك، لا مؤاخذه بالكلمه، يعني ده يبقى امنيه حياته انه يشوف اللي جوه ده ايه دنيته. ده حتى مطلعين اشعار تحت العبايه حكايه. انت فاكره ايه يعني؟ بالله عليك ازاي واحده لابسه نقاب وتقول للناس انا بعمل ده عشان شرع ربنا، وفي نفس الوقت كل حركاتها وتصرفاتها وصوتها ولبسها كل حاجه بتقول بصوا عليا؟ ما تركبش صح يا بنت. الشرع مش مجرد قماشه على الوش ولا عبايه سودا وخلاص. اللبس الشرعي زي ما قلنا منظومه كامله، ستر في اللبس، حياء في السلوك، ادب في الكلام، غض في البصر، وطهاره في الريحه. خليني اقول لكم حاجه يمكن تزعل شويه، المعاكسات والتحرش مش حجه ان اللبس الشرعي ملوش لازمه، لا التحرش والمعاكسات دي مشكله في اللي بيعاكس اكتر من البنت. يعني في شباب قليله الادب وما تربتش، بس في نفس الوقت لو انت بتلبسي لبس شرعي بطريقه تجذب اكتر ما تستر، يبقى انت بتلعبي في النص اللي هو ولا ستر كامل ولا هو تبرج كامل. لا ما ينفعش، انت كده بتضر البنات اللي ماشيه صح، البنات اللي بتراعي ربنا في لبسها. والمصيبه ان في بنات دلوقتي بتستغل النقاب عشان تعمل بلاوي. في بنات كتير بنشوفهم في الشارع لابسه نقاب بس جواها لا سلوك شرعي ولا التزام، بتضحك بتتمايع ميك اب وعطور وتصور تيك توك في الشارع. ده مش نقاب، ده مش نقاب، عشان ما حدش يضحك عليه، عشان ما تضحكيش على نفسك برضه. بس سؤال مش الشباب بتعاكس المنقبات، لا السؤال الصح هو النقاب ده اللي انت لابساه ده نقاب ولا مش نقاب؟ وخليني اقول لكم كلمه نختم بيها، لو فضلنا نضحك على نفسنا ونقول كده تمام شكلي حلو وشرع ربنا مع بعض، يبقى احنا كده عملنا اللي الشيطان عايزه بالظبط، لبسنا ستايل تحت مسمى شرعي لكن جوه منه ولا فيه شرع ولا حياة. وانا وانت عارفين ان لو لبسك محترم هيجبر اللي قدامك يحترمك. لو اللي قدامك ده ابو لهب، فاللي عايزه تلبس نقاب تلبسه صح، واللي مش عايزه تلبس نقاب ربنا يحاسبها براحتها. لكن نص نص ده اللي بيمسك الدين بتاعنا، ده اللي بيخلي الناس تطلع تقول او النقاب ملوش لازمه. هم بيتعكسوا برضه. وموضوع اللبس ده انا شايفه مرتبط بدياسه الراجل اللي في البيت، وان شاء الله هنعمل عنه فيديو، ده هنعمل فيديو قريب عن موضوع دياسه الراجل ده. وانا اسف على الاطاله والله، لكن الموضوع يستحق. وما تنساش عشان تبقى واعي لازم تمخمخ. سلام.